عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يلا مع بعضينا نعمل اكلة الافراح بتاعت زمان، مشهورة الافراح بيها، وهي مشهورة بالافراح لانها بترمي وجميلة. حتى لو ما اتعملتش بلحمة هنعملها ب هي في حد ذاتها كأنك عملتي لحمة بالظبط، يعني عملتيها من غير لحمة كأنك عملتيها من غير لحمة. هنعمل ايه؟ اللوبيا ام عين سودا. لو عايز تعرفي المقادير وطريقة التحضير تعالي معايا على قدورة فود، قدورة بالعربي وفود بالانجلش، عشان يوصلك كل ما هو مفيد وجديد وعلى قد الايد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنعمل مع بعض أكلة حلوة قوي من الزمن الجميل، أكلة كده اشتهرت بالأفراح، والأفراح اشتهرت بيها لأنها بترمي وجميلة قوي. أكلة هتعجبكم إن شاء الله. مغذية، حتى لو مفيش لحمة هي في حد ذاتها بتحل محل اللحمة. وهنشوف مع بعض الأكلة إيه. معايا هنا لحمة من الموزة كده اهوت، ماشي، بتاع نص كيلو كده او كيلو الا ربع، لا هو ده ممكن يبقى كيلو الا ربع لحمه من الموزه. ومعايا الماده الدهنيه اللي انت عايزاها هنا، وهبتدي احط اللحمه دي ايه صدمه. وزي ما قلت لك الاكله ديت اشتهرت بالافراح، والافراح اشتهرت بيها عشان بترمي، وممكن كيلو واحد بس من الاكله دي لاكله عيلتين ثلاثه، لانها بترمي جدا جدا. بتعمل جنبها رز، اكله مغذيه قوي. هنا اللحمه خدت صدمه، وهنزل بالبصل كده. لما البصل ياخد لون هنزل بثوم وكمون وفلفل احمر. لما البصله تاخد معايا لون هنزل ايه بثوم وكمون وفلفل ايه احمر. حد فيكم عارف ايه هي الاكله؟ طب يلا قبل ما ايه البصله تاخد لون نصلي على الرسول. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم انك اعلم غايتي وانت وسيلتي، دعوة عبد دعا ربه اني مغلوب فانتصر. انا بقى اما البصله تاخد لون هو اللي هنعمله. وهنا البصله تاخد لون، البصله تاخد ايه لون، هحط بقى عليها تومه بكمون، بقرن فلفل. انا مش حاطه القرن كله، انا حاطه ايه نص قرن ونص التاني ضربها مع شفشق. يبقى هنا توم بفلفل بايه، بفلفل احمر حامي بكمون، توم فلفل احمر حامي كمون. طبعا التوم مش هخليه ياخد لون، ده بس مجرد ما اشم ريحته اهي طلعت اهي. هحط ايه شفشق، ده شفشقوطه مضروب معاه نص ايه قرن فلفل حامي، والنص التاني حاطينه في التومه. النص التاني عملناه مع الايه مع التومه. طيب كده عندي شويه ايه، عندي بقيه التومه مع الفلفل. هحطهم امتى؟ دول التومه، بقيه التومه مع الفلفل هحطهم لما الاكله قرب مطفي عليها، قرب مطفي على الاكله هحط بقيه التومه والايه والفلفل والكمون. توم وفلفل وكمون. خلاص اهو، هسيبها لما اللحمه تستوي خالص. طب ما انت ما حطيتيش بهارات، هنحط بس فلفل اسمر عشان اللحمه اهو، ماشي. والبهارات برضو هخليها في الاخر، هقول لك هنعمل ايه في الاخر. يبقى التومه كانت توم كمون فلفل احمر، توم كمون فلفل احمر، نص فلفل احمر حامي، والنص التاني ضربته مع القوطه وايه علشان انا بحب الحاجه سبايسي بتبقى حلوه بالسبايسي. حد فيكم عرف الاكله دي ايه؟ لما اللحمه تسبك خالص خالص هنحط عليها النجم بتاعنا اللي هي الاكله. اللحمه دخلت في السوا. عرفتوا هي الاكله ولا لسه؟ طبعا صلصه، يبقى معلقه سكر. قلب ماجي اللي عملناه مع بعض، ماجي خضار، ده مش ماجي لحمه، ده ماجي خضار اللي عملناه في القناه مع بعض. شويه بهارات مشكله، معلقه صغيره خالص ما تكتريش، وبقيت الثوم الكمون اللي عملناه مع بعض، دقناه مع بعض عشان دي ريحه حلوه. وهحط الاكله ايه هي؟ اللوبيا الايه الجميله ام عين سودا. اللوبيا ام عين ايه سودا، طبعا دي مصدر للبروتين، يعني هي بحد ذاتها كده لحمه، عشان قلت لك حتى لو ما عملتهاش بلحمه هي لحمه.
وجميله ومغذيه ومفيده وبترمي جدا. يعني انت لو صاحبه عيال بترمي حلوه قوي قوي. احطها كده اهو كده، وهزودها شويه ميه سخنين كده. اي حاجه تزوديها على النار لازم تكون ميه سخنه، وهسيبها تقلي غلوه. بس هحط شويه ملح عشان ما حطيناش ملح في الاخر. لما اجي اطفي عليها احط الملح عشان اللحمه برده ما تجرمش تاني. وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي جه اللوبيا استوت، طعمها حلو وسبايسي وجميله وملحها مظبوط. وزي ما قلت لكم انا بنقعها 12 اكتر من 12 ساعه لحد ما الفقاقيع اللي على الوش دي تصغر. اغيرها كذا مره كذا مره عشان ديني مسؤوله عن الغازات اللي يا عيني عامله للاكله المسكينه دي سمعه وحشه انها اكله الغازات. لا انت نقعيها كويس قوي وهتلاقيها ايه جميله. وعملنا جنبها رز بشعريه، انا عملته معاكم في القناه كتير قوي، والسلطه. وندوق زي ما ايه. بسم الله. طعم اللوبيا خرافه. اللوبيا بالرز انا بعشقها، ولازم معلقه السكر عشان اللوبيا تقيله متعملكش حموضه. ومعاها طبعا طبق السلطه المتين. الاكل ما ينفعش الا بايه؟ بسلطه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش في اللايك والشير عشان يوصلك كل ما هو مفيد وجديد وعلى قد الايد. وبالمناسبه دي على قد الايد عشان كلنا لسه عندنا لحمه من عند الايه بتاعت الايه العيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ودمتم في رعايه الله وامنه.